منها تخلي ولا واحد منها. يلا عين يلا. شكرا عهد وشكر موصول لضيفيك الكريمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، على المحبة نلتقيكم وننتقل وإياكم إلى ذي قار الحبيبة، وبالتحديد إلى ملعب الشطر الأولمبي، ومباراة ناديي أكد والفرات. صاحب الصدارة نادي الفرات بضيافة الوصيف نادي أكد الذي يتأخر عن صاحب الصدارة بفارق الأهداف فقط. مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، لا يمكن التكهن بالبدايات ولا توقع النهايات. من سيعبر من سيتجاوز حسابات من ستنجح، حسابات من ستتوقف، حسابات حيدر راضي أم حسابات عبد الأمير عزيز؟ الصوت الأعلى لمن؟ لجماهير أكد أم لجماهير الفرات؟ وتحية كبيرة لجماهير الشطرة ولجماهير سوق الشيوخ ولجماهير ذي قار عموما. حضور مميز للغاية في ملعب الشطر الأولمبي لمتابعة مجريات هذه المباراة، ورسالة للجميع يؤديها أنصار وعشاق الفريقين إن مدينة الشطرة ومدن ذي قار عموما آمنة بأهلها، ودليل على حب المحافظة لكرة القدم. أجواء احتفالية في مباراة رسمية في دوري الدرجة الأولى. إذا تأتي صافرة الحكم علي راجي معلنة بداية المباراة، مباراة من نار. أكد رافعا شعار الفوز للإمساك بصولجان الصدارة، بينما الفرات يبحث عن عدم الخسارة ومن ثم التقدم للانتصار. والكرة مع فريق أكد في هذه اللحظات. محمد قاسم إلى القائد والكابتن، تعود مرة أخرى إلى سعد. نادي أكد ومفارقة بالنسبة لحكم المباراة ذو 35 عام، انه حكم اتحادي، حكم راية اتحادي في مباريات دوري النخبة الدوري الممتاز، لكن في دوري الدرجة الأولى يقود المباريات كحكم ساحة. تحية كبيرة لهذه الجماهير، الجماهير الغفيرة التي حضرت لمؤازرة نادي أكد ونادي الفرات. وبطبيعة الحال الجمهور، جمهور الشطرة الذي يؤازر نادي أكد هو أكثر لبعد سوق الشيوخ، النادي الذي ينتمي إليه نادي الفرات. والفرات عمار يلعب الكرة إلى ياسين، وكرة خطيرة جول تسديدة صاروخية قوية. محمد لطيف ينجح تماما بأن يجعل نادي الفرات في المقدمة، يحرك مدرجات وعشاق وأنصار الفرات. إذن الفرات يتفوق، الفرات يتقدم بهدف من تسديدة صاروخية، تسديدة أرض جو على دفعتين، على مرحلتين، في لحظتين تصطاد العارضة لتتحول خلف خط المرمى. وبالتالي ها هي الإعادة تصطاد العارضة لتتحول إلى مرمى الحارس حمزة جبار. حمزة عانى مع هذه الكرة، كرة خطيرة وهدف أول في لحظة تألق وإبداع وإمتاع لعشاق وأنصار الفرات. ستفتح المباراة، سنشاهد مباراة كبيرة. ها هي الإعادة من عمار إلى محمد لا يكذب خبر، محمد يصوب، محمد يسدد ويحرز الهدف الأول في الدقيقة 21. ينجح تماما. ها هي الإعادة، كنترول أكثر من رائع والترويض والتسديد، وبالتالي الكرة تغالط الحارس تتحول إلى مرمى الحارس حمزة جبار. إذن الضيوف يتقدمون، إذن الضيوف يتفوقون بأهداف محمد لطيف. إذن محمد لطيف يجعل نادي الفرات في المقدمة، الفرات يتفوق، الفرات يتقدم. وكل لاعبي أكد هم
فضاء الشطرة، أجواء احتفالية في مباراة رسمية، أجواء غاية في الروعة. رسالة للجميع أن ذي قار آمنة بأهلها، آمنة بجماهيرها، آمنة بناسها. رسالة للجميع أن مدننا ومحافظاتنا آمنة، ودعوة للفيفا برفع الحظر عن ملاعبنا. تأتي صافرة الحكم السيد علي راجي معلنة نهاية الشوط الأول. إذن الشوط الأول ينتهي على هذا المنوال. الفرات يتفوق، يتقدم بهدف محمد لطيف مقابل لا شيء لأصحاب الأرض والجمهور. ويتمنى السيد عبد الأمير عزيز أن يكون الشوط الأول بمثابة سحابة صيف بانتظار الشوط الثاني، شوط المدربين لتوظيف اللاعبين. إذن هكذا شكرا عهد والشكر موصول لضيفيك الكريمين. إذا تأتي صافرة الحكم السيد علي راجي معلنة بداية الشوط الثاني. صلاح حسن تالي مخالفة لنادي الفرات على الأعصاب، على الأعصاب لاعبي نادي أكد. ها هي الإعادة. صلاح حسن خلف الكرة محمد ماجد. محمد يلعب الكرة جهة اليمين، عرضية موجودة والكرة تتحول إلى ركنية. كرة تتحول إلى ركنية برأسية البديل علي جليل. يؤمن الكرة خارج الملعب وبالتالي ركنية للفرات. فرصة للفرات لالتقاط الأنفاس. وكرة ركنية، لعب قصيرة وكرة خطيرة خطيرة، والهدف الثاني بالنيران الصديقة عن طريق رحمن. وهدف عكسي بأقدام رحمن، هدف عكسي يحرك مدرجات الفرات، هدف عكسي بعدما كان أنصار وعشاق أكد يمنون النفس بالظفر بفارق هدفين. تازة فكرة جميلة، فكرة الركنية. ها هي الإعادة، ها هي الإعادة، ورحمن يتكفل بإيداع الكرة، يتكفل بإيداع الكرة بمرمى حمزة جبار. ها هي الإعادة، وهدية مجانية من رحمن جبار، ورحمن يندب حظ العاثر في اللقطة الماضية. إذا الرحمن يتسبب بالهدف الثاني. من هذه المجموعة سيتأهل ناديين، من البصرة أيضا سيتأهل ناديين، من العمارة ناديين، ومن الكوت ناديين ليجتمعوا تحت مظلة المجموعة الجنوبية. وهذه الأندية الثمان. والآن هجوم مرة أخرى، وكرة الهدف الثالث، كرة الهدف الثالث، جول! هدف ثالث عن طريق عمار داخل. إذا عمار وانعطافة المباراة. إذا نادي الفرات عرف كيف أن يستغل بعض فترات المباراة لمعاقبة نادي أكد الذي أضاع الكثير من الفرص واستحواذ دون فاعلية. عمار والفرحة الثالثة، عمار والهدف الثالث. عمار يحرك مدرجات الفرات، عمار يسعد الأنصار، يسعد المحبين. الفرات تمضي كل الأمور تمضي لمصلحة نادي الفرات. ها هي الإعادة، استقبال جميل من عمار، ويودع الكرة في شباك حمزة جبار، وبالتالي الهدف الثالث هدف ملعوب. جملة تكتيكية رائعة والأسيست الرائع من محمد، وبالتالي تستقر الكرة بشباك حمزة جبار، والهدف الثالث للفرات والفرحة الثالثة للفرات، وجماهير الفرات سعيدة في قمة السعادة في هذه اللحظات. الكرة تتحول إلى تماس. إذن أداء اقتصادي مغلف ببعض اللمحات لنادي الفرات. الفرات عرف كيف يستغل الأمور
كيف يوظف الأمور وكيف يوظف إمكانياته وقدراته، وهذا ما يحسب للمدرب السيد حيدر راضي ومساعديه. وبالتالي الأمور الآن لمصلحة الفرات. الفرات هو من يتفوق، الفرات هو من يتقدم بثلاثية بعد الهدف العكسي بأقدام رحمن جبار. جاء الدور الآن على عمار داخل ليحرز الهدف الثالث. هاي الإعادة وأسيست أكثر من رائع، أسيست رائع. تتهادى الكرة أمام عمار، عمار لا يكذب خبر بالمباشر باللمسة الأولى يودع الكرة في شباك حمزة جبار ليطلق العنان للفرحة، الفرحة الهستيرية لجماهير الفرات، فرحة ما بعدها فرحة، والغضب كل الغضب لعشاق وأنصار أكد. أصحاب الدار يتأخرون بفارق 3 أهداف، وعلم عراقنا الحبيب يرفرف في جنبات ملعب الشطرة الأولمبي. الناصرية آمنة بجماهيرها، آمنة بناسها، وكل مدننا إن شاء الله آمنة. أتمنى أن يرفع الحظر عن ملاعبنا لنشاهد منتخباتنا وأنديتنا وهي تخوض المنافسات القارية والعالمية هنا في ملاعبنا. جيدة على مستوى الثبات التكتيكي، لعب طريقة الهجوم المرتد نادي الفرات، استغل بعض الفترات لمعاقبة نادي أكد، وفرصة الهدف الأول. جول، هدف أول عن طريق المدافع محمد قاسم. إذن محمد قاسم يحرز الهدف الأول لنادي أكد. إذن أكد الآن يقلص الفارق إلى هدفين. نلعب في الدقيقة 82. إذن محمد قاسم المدافع هو من يقلص الفارق. ها هي الإعادة، ها هي الإعادة بصدره وليس برأسه. كرة صلاح، من صلاح إلى محمد، محمد بالصدر يحول اتجاه الكرة، يروض الكرة باتجاه الشباك. تازل محمد، حركة لعب أكثر من رائعة، ولمسة محمد. كرة صلاح حسن، صلاح حسن والعرضية الجميلة، تجد محمد قاسم، محمد وبصدره يحول الكرة إلى شباك عباس عبد الستار. إذن بالصدر محمد قاسم يودع الكرة بشباك عباس عبد الستار، وبالتالي هدف لأكد في مرمى الفرات. إذن يتقلص الفارق إلى هدفين. ومروان أزعج وأتعب دفاعات نادي أكد في الشوط الثاني. لاعب مهاري ولاعب مميز للغاية، وكرة خطيرة، كرة خطيرة، كرة الهدف الرابع، كرة الهدف الرابع، كرة الهدف الرابع، جول يقتل المباراة، يقتل المباراة. خلاص خلاص خلاص، الفرات 4 أهداف، الفرات 4 أهداف. إذن الفرات يقتل المباراة 4 أهداف بالتمام والكمال، وفرحة هستيرية في مدرجات الفرات، فرحة ما بعدها فرحة، بركان فوق المدرجات. إذن والاحتفال المبكر لأنصار وعشاق الفرات، احتفال مبكر لعشاق الفرات، وكرة جميلة جميلة. يتكبد الخسارة في هذه المباراة كرار حافظ. إذن كرار تلاعب بدفاعات أكد. كرار هو صاحب الفرحة الرابعة، صاحب الفرحة الرابعة. سبق وأن أحرز هدف في مباراة الذهاب، عاد ليكرر الآن، عاد ليعيد الكرة الآن. بالمهارة مر وجعل الكرة تعانق شباك الحارس حمزة جبار. خلاص المباراة، خلاص تنتهي لمصلحة الفرات. رباعية وانتصار ب4 أهداف. مباراة غاية في الروعة، حضرت الأهداف، حضرت المتعة، حضرت الإثارة، حضرت الأهداف الخمسة، والتشجيع الجميل، والحضور الجماهيري الاستثنائي، والصمت المطبق على مدرجات أكد، والفرحة الكبيرة في مدرجات الفرات. المردود البدني. إذن تأتي صافرة الحكم السيد علي راجي معلنة نهاية المباراة. خلاص الفرات وضع قدما في التصفية القادمة
10 نقاط، يصل للنقطة العاشرة، يتجمد رصيد نادي أكد عند النقطة السابعة. إذا هكذا يختتم سجل المباراة. مبروك للفرات وعشاقها، حظ أوفر لأكد وأنصاره. وأنتقل بالصوت والصورة لزميلي عهد فالح. قبل أن أنتقل، شكرا للاعبي الفريقين، شكرا لجماهير الفريقين، متعة كروية جميلة في دوري الدرجة الأولى. الكلمة لك عهد ولضيفيك الكريمين، لكن بعد الفاصل.